طبعا أتمنى أنه هذه المسألة تصل بالفقار المغربي حتى يعلق عليها وأيضا ينشرها، وكذلك أتمنى منكم يا إخواني تنشرون هذه الفضيحة في كل مكان حتى تعرف الناس حقيقة مزور الإيميلات ومزور اللايفات. هذا لقب جديد، اكتبوه إخواني بالتعليقات. سنبين اليوم الفضيحة الثانية لوليد إسماعيل بعد فضيحة تزوير الإيميلات، وبالدليل هذه إن شاء الله ستبقى عار على مزور الإيميلات، وسيسمى مزور الإيميلات ومزور اللايفات. إخواني ركزوا معي، مثل ما تشوفون هذا البث المباشر لوليد إسماعيل، وهذا حواره معي بث مباشر مكتوب تم البث قبل 4 أسابيع. جميل جدا. ما هي هذه الفضيحة التي تستر عليها وليد إسماعيل؟ لو ذهبتم إلى هذه الدقيقة ستجدون الآتي. ركزوا إخواني، ركزوا جدا. أحد المعصومين عنده وكان له زوجة أمة اسمها حميدة، وكان له ركزوا إخواني، الآن وليد إسماعيل قاعد يتكلم، وتابعوا الوقت اللي موجود هنا على الشاشة. زوجة أخرى، فكان في الحج قفل. الله أكبر. هو عايز. شوفوا إخواني، أول فضيحة كذب علي وادعى أنني قفلت الخط. تابع إخواني شلون راح يتفشل. يمكن ما متفق ويا الكادر انه يقطعون الخط بسرعه، ما لحقوا. اسمعوا. عايز يختمها في الحته ديت عشان يروح يقول لهم بص وليد ده لسه ولا ايه؟ ايه يا عم؟ منو قفل؟ لا عشان صوتك اختفى فهم ظنوا ان انت قفلت. هذه رقم 1 اخواني، بس هي مو هذه اللي انا جايبكم عليه، هذه بالصدفه موجوده هنا. الان بس انت تتكلم الان بس اسمعني اخواني طول الوقت اسمعني بس تعلم الان انا برد عليك. اتعلم بس. الان حميده يا اخوانا، حميده كان في الحج، المعصوم كان في الحج. اسمع. طب ما انت تتكلم ماشي عشان تتكلم والله العظيم ارد بس على المساله دي وبعدين نتكلم براحتك. هو ليش ما انت لا هم اخواني لاحظتوا شيء غريب؟ شوفوا تابعوا الوقت. اسمع. طب ما انت تتكلم ماشي هخليك تتكلم والله العظيم ارد بس على المساله دي وبعدين نتكلم براحتك. هو لك 8 دقائق. لا شفتوا شنو صار؟ شفتوا شنو صار؟ زور البث المباشر. شوفوا كم ثانية بتر من البث. هسه اخاف احد يسأل يقول كيف يبتر من البث وهو بث مباشر؟ نعم يصير، بعد ما يحفظ البث وينتشر يروح على التعديل في اليوتيوب ويقص المشهد اللي يريده. بتر قرابة اكثر من 20 ثانية. لا هم رجعنا لورا اخواني، شوفوا ركزوا بالوقت. الان 14 ثانية المسألة دي وبعدين 15 ثانية. الوقت قاعد يمشي طبيعي، البث قاعد يمشي طبيعي. شوف اتكلم براحتك. ولك من شفتوا شنو صار؟ قص البث المباشر. ليش قص البث المباشر اخواني؟ ليش بتر هذه القرابة 20 ثانية؟ لماذا؟ تحبون تعرفون ليش؟ راح نرجع لبثي الأصلي، البث المباشر، لأن أنا كنت أيضا فاتح بث مباشر وهو فاتح بث مباشر، وراح نشوف شنو الجزئية اللي بترها وزورها من بث المباشر حتى ما ينكشف قدام قطيعه. واللي ما يصدق كلامي يروح يراجع بث وليد إسماعيل ويشوف كيف إنه هذه الثواني بترت. هذه إذا ما تلاعب بها لاحقا بعد ما أنزل الفيديو. خلونا نشوف بثي الأصل إخواني حتى نشوف شنو اللي بتره. مثل ما تشوفون إخواني هذا بثي المباشر، أنا كنت أيضا فاتح بث مباشر. لو تروحون للساعة، تمام، الوقت يعني كالآتي 1:06:21 وتشغلون، راح تلاحظون شنو الشيء اللي بتره واللي هو موجود عندي طبيعي. أخاف واحد يجي يتكلم يقول لي لا طيب يمكن فصل عند الانترنت أو كذا. لا، هو موجود عندي على الخط طبيعي، يعني هو اللي بتر هذا الشيء لما انتهى البث المباشر. شوفوا. وكان لها زوجة أخرى، فكان في الحج قفل. الله أكبر. هو عايز هذه هنا لما قال كلمة قفل وكذا. يختمها في الحتة. منو قفل؟ ايش بيك بابا؟ بص وليد ده لسه ولا ايه؟ منو قفل؟ موجود معك على الخط. لا عشان صوتك اختفى فهم ظنوا ان انت قفلت. طيب سؤال، انت بس انت تتكلم
ترى هذه والله المناظره هذه عار عليك. بس اسمعني اخواني طول المناظره اسمعني بس اسمعني بس اسمعني بس اسمع بس اسمع بس اتعلم بس اتعلم بس. يلا انا اقدر اقول لك اسمع بس اتعلم بس. اتعلم بس. امشي يلا. الان حميده يا اخوانا، حميده قفز لحميده يا رجل، متى تخليني اتكلم؟ اسمع بس. طب متى اتكلم متى؟ طيب اسمع انصافا اخذ. اسمع بس انصافا اخذ 8 دقائق. اخذ 8 دقائق واعطينا 4 دقائق. اخذ ضعف وقتي واعطينا 4 دقائق انصافا. شوف اخواني ما يسمعني، يمكن كاتم صوتي والله العظيم. اتفضل اتكلم. لا والله ما كاتم صوتك. اتفضل. اخذ 8. سمعت اخواني هذه الجزئيه اللي حذفها من بث المباشر. انا قلت يمكن كاتم صوت اخواني، هو حلف بالله اخواني مثل ما تشوفون هذه الجزئيه اللي مو مبتوره، حلف بالله هنا انه ما كاتم صوتي، لكن الظاهر بعدين لما راجع البث المباشر شاف نفسه انه انفضح، مبين انه صوتي مكتوم. فشنو سوى؟ بتر هذه الجزئيه اللي صوتي فيها مكتوم، وبتر الجزئيه اللي هو حلف بيها بالله انه هو ما كاتم صوتي حتى يتستر على الفضيحه. بالله عليكم هذه مو عار عليه؟ مو عار؟ يزور الايميلات ويزور اللايفات. هذا لقب جديد اخواني، لما تكتبون بعد على وليد اسماعيل لقب مزور الايميلات رجاء اكتبوا معه مزور الايميلات ومزور اللايفات. هذا مثل ما تشوفون على بث المباشر، صوته طبيعي، يعني لا يوجد انقطاع في الانترنت ولا كأنما في مشكلة، جدا طبيعي. هو بتر، وراح ابين لكم، اخاف يقول لي الشخص كيف يعني يزوره، هو بث مباشر، راح ابين لكم كيف انه بعد ما ينحفظ البث يقدر يعدل عليه على اليوتيوب. اي شخص بعد ما يكمل بث المباشر يقدر يدخل على البث المباشر ويقص اي مشهد من عنده بعد ما ينحفظ. شلون؟ انه يروح لأداة التعديل، بعد ما يروح لأداة التعديل يقدر يقص اي مشهد من الوسط. شلون؟ يضغط على اقتصاص ودمج مقطع جديد. مثل ما تشوفون اي مشهد يعجبني اقدر اقصه من بث المباشر بعد ما ينحفظ. فنحب نقول لوليد اسماعيل، انت تلعب مع من؟ لعبت مع عمك بالفقار المغربي وتورطت وانفضحت في مسألة تزوير الايميلات، والان تلعب مع عمك اثر الله. روح شوف لك حفرة طم راسك بيها احسن لك، ولا تبتر وتزور مرة ثانية. انصر دينك بالحجة والبرهان. عيب ترى عيب، سويت نفسك وقطيعك مضحك لأمة محمد. هل نكتفي بذلك؟ الجواب لا، هنالك فضيحة أخرى من نفس البث المباشر. ما هي؟ دعونا نشاهد. مثل ما تشوفون هذا نفسه البث المباشر، خلونا نشغل. اسمعوا. تفهم لغة عربية؟ بس انت تتكلم الحوار كله الآن اللي يشوفوه بس انت تتكلم، اعطيه مجال نشتغل عندك احنا. يا استاذ انت ما فهمت السؤال. سؤالي هو هل علينا. وكذلك طبعا اخواني انا طول المناظرة صوتي مشوش لما هو يتكلم، يعني يخلون صوتي يقطع ويخلون صوته هو اللي يكون واضح، وانا لما اتكلم وهو يتكلم يخلون صوتي يقطع. وللعلم انا اتصالي جيد والمايك عندي جدا واضح. هو طبعا مثل ما ذكرت هو يحلف بالله انه ما يقاطعني ويستمر بالمقاطعة، لكن تابعوا. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي اعطيني مجال، اسكت شوي، خذ لك استراحة اشرب مي بس يتكلم. عجيب ماكو قابلية. لو تلاحظون من ملامح وليد اسماعيل جدا متوتر، راح ينهار. يعني هو التجأ للبتر، التجأ للسب، التجأ للمقاطعة، التجأ كثير للتزوير للتدليس لكذا حتى يسوي نفسه منتصر بالمناظرة، ولكن أنى له ذلك. اسمعوا. يا الله اخواني الكرام، شوف ما دام قاطعني انا حتى ما راح اعيد جوابي ولا ازيد عليه ولا كذا. يريد يفهمه خليه يفهمه، ما يريد خليه يغلق الخط براحته. اما بالنسبه لموضوعي وكلامي، لاحظوا تعابير وليد اسماعيل اخواني، لاحظوا تعابير وليد اسماعيل. راح يموت. التوتر جدا مبين على وجهه. عدم توبة عائشة وعلى انها نهايتها في النار. انا ما سألتك، جاوب على سؤالي لو سمحت. جاوب. رجع يقاطع. شوف ركزوا شنو راح يصير. على سؤالي لو سمحت. جاوب على سؤالي لو سمحت. جاوب على سؤالي. المفروض ان انت هتجاوب على وعلى فكرة انا جاوبت على سؤاله اول ما بديت، بس هو يغشم نفسه. سؤالي. عيب اخجل شوية. فهمتوها لو ما فهمتوها؟ اخواني هذا الشخص بعد ما تورط وما قدر ينتصر بالحجة والدليل،
التجأ للسب الفاحش على البث المباشر، لكن هو شاف نفسه انه صارت فشله، فشنو سوى؟ ايضا بتر الصوت حتى ما تنكشف اخلاقه. يعني هذه صارت 3 تزويرات تقريبا في بث مباشر واحد. شنو قلت؟ لا ولا حاجة، عدت خلاص. الآن السيدة عائشة. شفت شلون؟ بترها. نعيد من جديد. اسمعوا، ركزوا، شوفوا شنو اللي بتره. اخجل شويه. شنو قلت؟ لا ولا حاجة، عدت خلاص. الآن شفت شلون جبان؟ سب فاحش، انا ما ركزت عليه. تمام؟ قلت له شنو قلت؟ يخاف يعيدها. مثل ما لاحظتوا اخواني الكرام انه هذا مزور الايميلات ومزور اللايفات قص الصوت حتى ما تنكشف اخلاقه قدام متابعيه، لانه عجز ان ينتصر بالدليل العلمي وبالحجه وبالبرهان، فقام يسب سب فاحش. بعد ما عجز جرب كل الوسائل: تزوير، بتر، قص الصوت، قص البث، تشويش، مقاطعه، كذا، تدليس الى اخره. عجز، التجأ للسب الفاحش. وانتم شفتوا انه انا ما سبيت سب فاحش بالمناظره، وهذه اخلاقنا الحمد لله. لكن مثل ما شفتوا كشفناه على حقيقته، مزور الايميلات ومزور اللايفات. طيب، الشخص اللي يحب يسمع شنو السب الفاحش اللي سبه وليد اسماعيل، يروح يرجع لبث المباشر الاصلي. تريدون نشوف؟ تعالوا، مثل ما تشوفون هذا بث المباشر. نشغل. عيب على عيب سؤالي عيب، اخجل شويه. يا ابني، ده انا أركب جاوبت من على أبوك، ولو سؤالك. قلت لامك اجيب منها عيال. شنو قلت؟ لا ولا حاجة. سمعت اخواني؟ سمعتوا اخلاقه؟ يقول انا ارجل من ابوك، ولو جيت لامك كان جبت منها عيال. مثل ما شفتوا اخواني، هذه اخلاق مزور الايميلات ومزور اللايفات وليد اسماعيل. كلام فاحش، كلام يخجل اصغر محاور انه يقول هذا الكلام. اصغر محاور عنده اخلاق يقول هذا الكلام يخجل. اصغر شخص يدعي التدين يخجل من هذا الكلام. لكن لا حياة لمن تنادي. وبعد كل هذا البتر والتزوير والتدليس والسب الفاحش يدعي انه هو انتصر، وقطيعه يصفقوا له. اتمنى اخواني نشر هذه الفضيحة في كل مكان. فضيحة تزوير اللايفات. الفضيحة الأولى تمت على يد الأخ البطل المجاهد ذو الفقار المغربي، كشف تزويره للإيميلات في شهر رمضان. وهذه الفضيحة الثانية على يد أثر الله، فضحنا تزويره لللايفات وفضحنا أخلاقه في مناظرة واحدة. طبعا أتمنى أنه هذه المسألة تصل لذو الفقار المغربي، يعلق عليها وأيضا ينشرها، لأنه هذه فضيحة ثانية مخزية جدا لوليد إسماعيل. وكذلك أتمنى منكم يا إخواني تنشرون هذه الفضيحة في كل مكان حتى تعرف الناس حقيقة مزور الإيميلات ومزور اللايفات. هذا لقب جديد، اكتبوه إخواني بالتعليقات: مزور الإيميلات ومزور اللايفات. هذا، واللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين.